يا عبد الواحد. اهلا وسهلا. تواصلوا مع عارف. تمام. وعبد العزيز الذهب. ان شاء الله تمام. واحمد الكحلاني ذاك الشيء. خلاص ان شاء الله التقينا وعارف بعد الغداء ان شاء الله. والحركة اللي حصلت يعني سيطروا على يعني المنافذ البري والبحري والجوية. واضح. وانت ما تيجي جلسوا ان انتم تكونوا هناك كذب. لا ما عليك قلت لك ما طلعت طائرة. ان شاء الله. من الرفاق. ايوه. اللي شو يهربوا. ايوه قد حصلت صاحبك، حصلت الشيخ في اليوم قد جابك. نعم. يلا تحركوا تعمل ماشي هكذا حاربي ورقدي. لا الامور منضبطه. بعدها من هو من يعمل التفسير في ميدان التحرير من هو؟ والله الى حد الان تحقيقات جاريه اكيد جلال عبد ربه منصور. ايوه. هذا جلال عبد ربه منصور. نعم. يشتي يعمل مجزرة ب 13 يناير في صنعاء. واضح. يقول ناب كلب. ايوه. جلال كلب. ايوه. لكن هي ثمان هذه ضد يا ظالم. كم قتلوا؟ الى حد الان 42. والجرحى بالمئات وعاد العدد 6. ما هو السبب؟ والله ما به اي داعي للموضوع، انما بسبب رفض الناس لطلبهم احمد بن مبارك. عندما رفضوها الناس كانهم ارادوا ان احمد مبارك مش هو. ايوه. بندخل احنا معاه. لا احمد مبارك، احمد عوض مبارك. وانتوا لا تصيروا تودفوا زعطان بلدان. احنا معاه اسمه بن دغ ولا هذاك بن همام. ايوه هو نعم بن همام رجل دولة. محمد انطهر شعبوا كساده. لا بن همام رجل دولة ورجل مرحلة. وحتى وبسمه وبن دغ. نعم ما بلا بحكم الانتماء الحزبي قصدي. لا يستقيل. نعم على طول يستقيل ويصبح غير زي ولا باسمه ابو بكر القربي يستقيل. أيوة. واحنا معه ولا باسمه احنا معاه باسمه مع من الشومن عندكم من الاطلاق مع يوسف المداني احنا. ايوه واضح. يوسف المداني. صدق الله يا سيدي. الله يقول لكم سيد اي سيد. تابر واضح. مع السلامه.